ال50 جنيه مقفولة. هي ايه اللي مقفولة؟ الاتنين، البطيخة وال50 جنيه. طب ال50 جنيه مقفولة وقلنا ماشي، البطيخة مقفولة ليه؟ عشان انا عايز كده. ايوه بس انا زبون. وانا بتاع البطيخ. بس الزبون دايما على حق. بين البيع والشراء يفتح الله. ما الكلام اخد وعطا. قطمه احسن من نحته. هلا هلا عالجد، والجد هلا هلا عليه. مدرستي نظيفة متطورة ومنتجة. طب وبعدين يا حاج هنوصل لايه؟ هتاخد البطيخة مقفولة، مش هشقها لك، مش هتقعد تخبط عليها، مش هتعمل كل الشغل الزبالة ده عشان ايه يعني؟ حضرتك عندك اخوات بنات؟ عندي انا لو متقدم لاختك يرضيك اقعد اخبط عليها؟ وتخبط ليه؟ ما ترن الجرس. لا ده انت غبي بقى، ما عنديش بطيخ يتشق يا استاذ، ده نظامي. طب وافرض طلعت قرعه؟ اخت حضرتك. لا البطيخه. احتمال وارد فعلا. ابقى استفدت ايه بقى؟ هو الكنز في الرحله ولا في البطيخ؟ مش فاهم. بص يا كينج، في مثل امريكي بيقول نو ريسك نو فن. دي اغنيه على فكره مش مثل. فين التعارض؟ الله، هي شريفه فاضل لما قالت ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين، الجمله دي جايباها منين؟ من معلقه عمرو بن كلثوم؟ من معلقه امرؤ القيس مثلا؟ ده ايه علاقته بالبطيخ عموما يعني؟ ما الدنيا الا بطيخه كبيره. مش كانت مسرح كبير؟ ايوه ده من منظور يوسف وهبي، بس انا راجل فكهاني، ايه علاقتي بالمسرح؟ تمام. انت لما جيت الحياه حد اداك ضمانات لاي حاجه؟ انا معايا الضمان بتاع التلاجة. لا، ضمانات اكتر من كده. حد ضمان لك انك هتكون انسان سعيد، انك هتكون ناجح في حياتك؟ لا. حد ضمان لك انك مش هتتصاب بامراض مزمنه، او مش هتفقد حد بتحبه، او مش هتاخد على قفاك مثلا؟ لا برضه. سيلا في، هي دي الحياه يا عزيزي. ايوه بس ده حافز ان الانسان ياخد حذره. والحذر ما يمنعش القدر، وبعدين يا سيدي يؤتى الحذر في مأمنه. انت بتقنعني عشان اشتري البطيخه سليمه. يا باشا عنك ما اقتنعت، دي الرولز بتاعتي وهمشيها همشيها. انت كده مش عايز تبيع. بص انا اقدر اسيبك تشق البطيخه زي ما انت عايز. طب ما تعمل كده. مش هتنبسط صدقني، انا عارف مصلحتك. مش هتبسط ليه يعني؟ الحياه ليها قوانين بتمشي على ادخن شنب فينا. حصل وانا الشنب. اتجاه عقارب الساعه مثلا هو الاتجاه اللي بترسم بيه شكل دائري، هو الاتجاه اللي بنقلب بيه كوبايه الشاي. مظبوط. لو جربت تعاكس الاتجاه ده هتتعب. اعاكس الاتجاه ازاي؟ اقول له ما تيجي اتجاه ونجيب حياه؟ لا تلف عكس مش هتعرف، هتحس انك ماشي غلط. طب ايه السبب؟ السبب ان محدش فينا يقدر يخالف قوانين الحياه. وايه دخل الحياه في المطبخ؟ تعال نتخيل مع بعض حاجه، لو انت عندك سوبر باور بتقدر تعرف بيه المستقبل، شايف دي حاجه حلوه جدا، ده احلى سوبر باور. هتبقى قاعد بتتفرج على فيلم في السينما، طبعا هتبقى عارف الافيهات قبل ما تتقال وحارق نهايه الفيلم من اوله. ايه الفصلان ده؟ لو بتتفرج على ماتش كوره انت عارف النتيجه قبل ما تبدا. بايخ قوي كده. حتى في الحب مش هتستمتع بجمال البدايات، مش هتعيش لحظات الشك والتخبط، مش هتمسك وردايه وتقعد تنتف ورقها وتقول بتحبني وما بتحبنيش. فعلا الحياه هتبقى سخيفه قوي. متعه الحياه في التجربه، احنا هنا جايين نجرب مش جايين نحقق نتائج محفوظه. صح. وهنا حكمة ربنا في إخفاء الغيب، كان قادر يعرفك مصيرك أول ما تتولد، يعرفك هتشتغل إيه وهتتجوز مين وهتموت إمتى وإزاي. كان قادر طبعا. بس تبقى فين الحياة لو عمل معاك كده؟ ما هو حرق لك كل الأحداث، مش هتعرف تعيش، هتتجنن. انت كلامك مقنع، بس آخر مرة أسألك ايه علاقة الكلام ده بالبطيخ؟ لو خدت البطيخة دي وانت ضامنها واثق انها حمرا ومرملة، فين المتعة؟ فين الفاني؟ يا راجل شور، المتعة بتيجي من المغامرة، من الاحتمالات المختلفة. لو خدت بطيخة مقفولة ما تعرفش عنها حاجة زي الحياة كده، كلمنا عن احساسك لما تفتحها وتلاقيها حمرا. أكيد هفرح طبعا. هل كنت هتفرح نفس الفرحة لو انت عارف من الاول انها حمرا؟ لا، بس لو ما طلعتش حمرا تبقى دفعت ضريبة المعرفة. ما انت ياما اتغفلت في ناس وياما لبست خوازيق اكتر ما بتلبس قمصان الكاروهات. حصل لك حاجة يعني؟ ولا حاجة، أنا زي الفل أهو، وبثبت لكل الناس اللي سابتني إنهم خسروا. جدع، انا فخور بيك. ما هي كل تجربة غلط في حياتك بتديك خبرة ومناعة ضد عدد لا نهائي من التجارب الغلط، الا لو انت حمار بقى وبتحب تكرر اخطائك، دي موضوع تاني. طب أنا عايز 10 بطيخات مقفولين، ابعتهم لي على البيت مع الواد ابنك. عيوني، شرفت وانست يا استاذ، مع الف سلامة. يا ده محروس، خد ال10 بطيخات البايظين دول وطلعهم على بيت الجردل اللي مشي ده. ايه
وبطيخة غضة الأفنان باسقة، قالت لأطرابها والصيف يحتضر، كم أكلف نفسي فوق طاقتها وليس لي إلا القشر من الثمر.